الفصالة اللي راهي مطلوبة بقوة وكامل تقريبا لي موديل مخدومة بهذه الفصالة، فقط شوية تغييرات في التزيين برك بكل سهولة وكيف ما نستخرجوها من الباترون العادي. اروحوا هنايا تبعوا لا فيديو، راح نمد لكم بزاف اسرار وبزاف قواعد نهار اليوم. عندي 2 مترات تاع قماش تاع القطيفة، راح نخدموا بها موديل يسقف، روب تهبل تقدروا ديروها سواري كيما تقدروا تخدموها روب تاع دار. 2 مترات تاع قماش تاع القطيفة. ودائما كي نقول قطيفة خياتي لازم نطبقوا شروط تاع فصالة القطيفة، اللي هي اول حاجة هذيك الحاشية لازم نتخلصوا منها، وثاني حاجة القماش اللي يتكسل يكون من جهة تاع العرض، يعني العرض تاع المرأة ماشي الطول. عندي 1.5 متر على 2 مترات، يعني القماش يتباع 1.5 متر وانا نشري كيما حبيت 2 مترات. راح نجيب هذيك 1.5 متر نطبقها هكا على 2، نزيد نطبقها على 4 بهذا الشكل. اولا نحي هذيك الحاشية، هذه اللي هي السبب الرئيسي لجميع مشاكل القاطفة. ام بعد نزيد نطبقها هكا على 2، يعني كلشي راني مطبقه على 4. ندير هاد العفسه في الكتان ونبدا في القياسات اللي قادرين يلبسوا من لاطاي صغيره حتى لاطاي تقريبا 2XL، لان القماش يتكسل وقادر يلبس. هكا خياتي، هكا تبعوا معنا نرسموا الباترون العادي، ومن الباترون العادي نفهمكم كيف ما نستخرجوا هذا الموديل. اول حاجه نديو اولا عرض الكتف 18 سنتيمتر، الرقبة 8 سنتيمتر، ميل الكتف دائما 2 سنتيمتر، وطول تاع الخصر ولا طول تاع الصدر 22 سنتيمتر. هكا خياتي، هكا والطول تاع الخصر 41 سنتي. هذه قياسات خياتي. اذا كان قماش ما يتكسلش راهم قياسات صغيره، لكن بما انه القطيفه راح تتكسل راح تلبس يعني اكثر ليطاي. الدوره تاع صدر تقسيم 4، نديرو 23 سنتيمتر، درنا العدد قد ما زدنا نحق الخياطه ني والو. وفي الخصر درنا 22 سنتيمتر، درنا العدد قد ما زدناش حق الخياطة. لماذا؟ لأنه القطيفة تتكسل وما تسحقش نزيدو حق الخياطة، ولو كان نزيدو خياتي راح تجينا شغل هكا واسعة وما تجيناش مزيرة على الصدار وهكا وشابة وتبين لاطاي. نرسمو دورة تاع الباط كيما هكا، نرسمو دورة تاع الباط. واذا راكي حابه يعني شغل سواري تجيك ستيل حوطه، ما عليك غير تهبطي ب20 سنتيمتر وديري دوره تاع الوراك تقسيم 4 وراكي فريتيها. اما هنايا شوفوا راح نستخرجوا الفصاله نتاعنا، تبعوا معانا. هنا في الكتف راح نهبطوا ب 12 سنتي. صح خياتي؟ مفهوم الى حد الان؟ هبطنا بشحال؟ ب 12 سنتي، صح. ومن بعد ما ندير والو نروح نقص كامل. شوفوا انا من الخص راح ندير على حساب القماش، ما حاش يجي لارج بزاف، يعني عادي برك. شوفوا هذه هي 12 اللي درناها، قصينا كلش 12. هنا حندخلوا ب4 سنتيم، تجيكم الرقبه عريانه بزاف. اذا دخلتوا ب6 تجيكم عريانه ثاني ماشي بزاف، وتقدروا تدخلوا حتى ب8 سنتيم. اللي ما تحبش يعني هكا حابه ديرها قندوره ولا ما تجيهاش الرقبه نتاعها عريانه وباينه. صح خياتي؟ صح. نمد لكم شحال من افكار هكا وهكا وهكا. وشوفوا كيف ما صقمت الدوره تاع الباط، راكم شفتوها درت خط مستقيم. بالنسبه للامام ولا الخلف راح يكون كيما هكا، يعني الخلف راح يكون هكا مستقيم. اما الامام راكم شفتوا راح نديروا هذاك الخط المائل. قصيت الخلف يعني قصيت كل شيء مع بعض، وبعد هدرت الامام. شفتوا كيف ما خليت يعني حيت الامام على الوراء. وهنا نهبط ب20 سنتيم يعني من الباترون العادي، يعني اولا هبطنا ب12 هكا، يعني نزيدو 8. هذه هي ال20، مش تروحوش 20 يعني راح توصلوا الخسر، لا لا. وشوفوا كيف ما قصيت هذاك الشكل على شكل مثلث. هذا بالنسبة لوش؟ بالنسبة للأمام. ودائما ما تنساوش اتجاه تاع القطيفة اللي بدينا به، لانه راح نكملوا به. بالنسبه للطول كامل درتو 1.5 متر، يعني بقى لي شويه هذاك قماش، اما راح ندير فيه ليماش. صح خياتي؟ دائما ديروا هذاك السهم، ما تنساوش لازم يكون معاكم يتبعكم وين ما تروحوا.
لانه راح يدير لكم اتجاه تاع القطيفه. شوفوا راني طبقت واش نسحق برك في نفس اتجاه تاع القطيفه، طبقت واش نسحق برك لانه هذاك القماش المتبقي نقدر نخدم به حاجه واحده اخرى. هبط ب 18 سنتيم، طبقت القطيفه على 4 باش نفصل ليموج. هنا درت 18 سنتيم، صح خياتي؟ 18 سنتيمتر. وهنا راح نديرو 4 سنتيمتر، هذا راح نديرو تاع لاستيك هكا خياتي. هذيك راح نديروها لاستيك، تقدروا ديروا 2 سنتيم 3 سنتيم اذا عندك لا سيرجي. ومن بعد نجيبوا هذه الدوره تاع الباط، هذه الدوره تاع الباط اللي درناها راح نديرو هنا، شتو راح نديرو هذه الدوره تاع الباط المتبقيه، صح خياتي؟ صح. ومن بعد راح نديرو ليموج، طول تاع ليموج، هذو ليموج راح يجوا كل باطو، قالوا لي بزاف ديري لنا هذا كل باطو. شوفوا الطول تاع ليموج راح نقص له 10 سنتيم لانه راح نهبط من الكتف لليد ب10 سنتيمتر، يعني ما يجيش طالع. اما لا خرجت ب10 سنتيمتر ودرت طول تاع ليموج. اذا حابين يجيكم ليموج طويل يعني هذاك لاستيك تقدروا ترفدوه في الكتف، ما عليكم غير ديروا طول تاع ليموج بزاف، ما ديروش كيما درت انا. هنا صححت لانه باغا ليموج يجوا مزيرين. هنا في المعصم تقريبا درت حوالي 8 سنتيم 10 سنتيم باش يجي مزير خياتي، صح؟ وشوفوا يعني لقيت هذا المقاس المسنن، قلت استنى نستعمله هكا باش او موا يعني او موا يعني نلقى له خدمه، بانه ما رانيش نخدم به سكاي. شوفوا راح نقص هنا ليموج صايب. داكا راح ندير لي بروتيل اللي راح يجوا في الكتف، يعني ليموج راح يجوا طايحين على الكتف ب10 سنتيمتر، لي بروتيل راح يجوا في الكتف. عندي في الكتف شحال هبطنا 12 سنتيم، يعني عندي 12 في الامام و12 في الخلف، يعني عندي 24 سنتيمتر. راح نزيد لهم لهذيك 24 3 سنتيم، يعني 27 هما اللي راح يخيطوا منا وراح نخيطهم منا. اما بالنسبه للعرض درت 3 مطبقه على 2، يعني 6 سنتيمتر. شوفوا بالنسبه للوراء طبقتها ودرت لاستيك كيما هكا. شوفوا هذا هو الوراء، درت لاستيك هكا، راح نجبدو جبده خفيفه برك، يعني باش برك ندير هذيك لافورم الشابه برك، هذا مكان، يعني ماشي باش نخدم هكا لاستيك ولا لا. شوفوا هذيك الطريقه عيانه، ما لازمش يبان لاستيك، لازم ما يبانش خياتي، لازم تركبوه كيما هكا وما يبانش خلاص لاستيك، صح خياتي؟ وشوفوا هذا الطريقه كيف ما نديرو على الوجه تاع القماش قد على الوجه تاع القماش قد نخيطوا لاستيك بهذه الطريقه ونروحوا نقلبوه للجهه تاع الخلف، راح يجينا مفيني اكثر ما نخدموه لانه القطيفه على بالكم تتكسل، صح خياتي؟ صح. نجيبوا الرقبه تاع الامام اللي لازم نديروا لها لافيزلين باش يعني نقدروا نبطلوها بكل سهوله. شوفوا لي بروتيل خيطهم على شكل لوبيي، ومن بعد درتهم الفوق هكا، شتو الفوق؟ هايوه الفوق هنا نحكم هكا بايبانجل باش كي نبطل نفيني ثاني هادوما لي بروتيل كيما هكا. هاد الصاله تقدري تخدمي فيها دي سواري، قناضر تاع دار، اقمصه تاع نوم، يعني تقدري تخدمي بها بزاف. وبيان سور راح نبطن بلو بيي كيما تقدروا ثاني تبطنوا بنفس الكتان، ودائما هكا بما انه مثلث نكرونتي المنتصف كيما هكا، ولا نطبق ندير بلي على المنتصف. وبعد بيان سور راح نكرونتي كامل الرقبه نتاعي ونقلب لو بيي للداخل. كي نقلب لو بيي للداخل شوفوا هادو لي بروتال راح يخرجوا وحدهم، يخرجوا مفينيين الله يبارك. شوفوا ليه الخدمه الله يبارك مفيني. وشوفوا راح تقدروا تخيطوا هذاك القالو هكا، تقدروا ما تخيطوش، انا ما خيطوش، خيطوا ديريكت الفوق. انا خيط لو بي اول حاجه ومن بعد رحت خيط هذاك القالو الفوقاتي كما تقدروا تخيطوه من الداخل، تخرج لكم غير هذوك المثلثات على برا. هذه تبقى حاجه اذواق، وانا بيان سور نتبع الموديل على حسب الموديل اللي كومونداته الزبونه مني. ومن بعد خياتي اش راح ندير؟ يعني صاي كملنا الامام كملنا الوراء، راح نروحوا نديروا عفسه واحده اخرى
ولا خياطه واحده اخرى. شوفوا كي تكون في صاله صحيحه اكيد الخياطه راح تكون صحيحه بدون منازع. شوفوا عينت المنتصف تاع الامام باش نخدم لاستيك على مستوى تاع صدر. شحال نحب هاد العفسه، يعني هكا تطبع الصدر بزاف. شتو الخصر، ها شفنا الخصر طلعت منه ب3 سنتيمتر. شتو يعني درنا 41 طلعنا ب3-4 سنتيمتر. وخدمنا هذاك لاستيك ما جبدناش مليح، جبدنا غير شوي ونخدموا هاد العفسه اللي تجي قراف شابه في لبستها، تجي متحوفه اكثر واكثر. بيان سور راح نلاقي لي بروتال تاع الوراء بهذا الشكل. دائما نحافظ على هذيك اللي قلت لكم ندخلو، خليت غير شويه باش نخدم لي ماش. صاي كملنا. وبعد واش راح ندير، جبنا لي ماش هذاك 18 خدمنا ليها ستيك، ما جبدناش مليح، جبدنا غير شوي برك. راح نركبهم هنا في هذيك تاع دوره تاع الباط المتبقيه. شوفوا نجبدو كيما هكا ونخيط كيما هكا، وما تنساوش بونداري. صاي اذا لقيتو زياده غير شوي معليش، يعني تقدروا تغمضوا عينيكم عليها. شوفوا هنا ثاني راح نخدم الامام تاني نفس الشيء كيما هكا. ايوه ركبت كيما هكا. ومن بعد خياتي شوفوا نحاولوا دائما كي تكون هكا نقاط لازم ندير لهم لا فينيسيون. وبعد واش راح ندير، لي مانش نتاعي راح نعطفهم هنا، تعطفيهم لي مانش راح يجيو كل باطو، يعني هكا كل باطو هابطين على كتف ويجوا لي بروتال باينين. وبعد راح نركب الموديل نتاعي منا ومنا. لي مانش حاولت انهم يجوا مزيرين بزاف، يعني باش يخرجوا لي متحوفين اكثر على الموديل. بما انه القماش يتكسر ما تخافوش، زيروا كيما تحبوا. ودائما خياتي لازم تكون الخياطه على الخياطه تاع الباط، ودائما نخيط بالطريقه اللي وريتها لكم تاع القطيفه. كي نوصل للخصر نجبد القطيفه. بيان سور تقدروا تخلوا حله منا وحله منا في لاروب نتاعكم. انا خليت حله كبيره من كوتي واحد برك، يعني ماشي من كامل لي كوتي، لا خليت من كوتي واحد برك. تقدروا نتوما تخلوا من لي كوتي منا ومنا، واللي ما تحبش تقدر تبلعها كامل. ونروحوا نشوفوا الموديل خياتي. هذا هو الموديل شوفوا. وبعد نخلي لكم ملبوس كيف ما يجي في الانستغرام نتاعي، مرحبا بكم فيه. هذا هو الموديل، شوفوا كيف ما يخرج بزاف باهي البنات، الله يبارك روعه. يجي هكا شغل دروات كما قلت لكم. تقدروا تخدموا ستيل حوته كيما هكا، طبعوا فقط الفصاله، طبعوا فقط النصائح. شوفوا كيف ما يجي ملبوس رائع رائع جدا في لبسته. هكا اللي حابه تقلش روحها ديرها روب تاع دار، ولا حتى ديرها روب اسواري قماش خلاف، فقط لازم يكون قماش الاستيكي خياتي. هذوك تاع لي مانش يجوا على مستوى تاع الكتف. هذا هو الموديل، مع السلامه.